بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا ثنتين أناثي حمام قلاب عراقي من المستويات تحت المتوسطة، الحمراء والأسود مستوى بحقه. القلاب العراقي وجمال القلاب العراقي شريناهم على ذا الزوج، طلعوا ثنتين أناثي، فكل أنثى تزوجت لها ذكر وخلاص. من الذكور موجود عندنا السايبة في الأشياء. هذا هو القلاب العراقي. من مواصفاته أن يكون منقاره طويل وأبيض شمعة، وأن يكون الفرد حجمه هكذا تحسه فاير شوية، يعني ضخم شوية، وأن يكون طويل للشربات. كل ما طولت الشربات كان مستوى، وكل ما طولت الشربات كان مستوى. وهو من بند القلابات، يتقلب في الجو، ليس من بند الزينة، إنما الشرابات من الكماليات. كل ما طولت الشرابات كل ما قلي سائر الفرد، ويعني كان أفضل. وهذا الأنثى السوداء أيضا بإذن الله نزوجها على الذكر الخيط الموجود معنا، لأن الأنثى حق الخيط ماتت.